جماعة دي حل لمشكلة الدراعات. يعني انت مثلا بتيجي مثلا تعمل برنامج اكس بوكس 360 مثلا ما يشتغلش، مثلا ما يحصلش توافق، مثلا مش عارف يحصل فيه مشكلة، الدراع مش عارف يقرا، مش عارف ايه كل الكلام دوت. مثلا حملت برنامج محاكي بجهاز البلاي ستيشن 3، مثلا جايب دراع بلاي ستيشن 3 كوبي او اصلي، اتشغلوا على الدراع بيحصل فيه مشاكل دروبات مش عارف ايه. الحل يعني عموما يعني في السريع كده، اللي هو بتيجي آه، بتحمل البرنامج ده اللي هو يو اس بي اي اي دبليو 64. بتحمل البرنامج ده، تسطبه وكل حاجه ومش محتاج تسطيب. انت مجرد بس ما تفك الضغط عن الملف بتاعه يظهر لك الملف ده، بتشغله كمسؤول. هنا بيظهر لك كل التعريفات القديمه اللي كانت عندك على الجهاز. يعني انت ممكن احيانا بل بالعكس كتير، يعني في ناس كتير بتحمل مثلا بتقعد تحمل برامج الحاجة اللي بتخليك تشغل الدراع على الألعاب. يعني في ناس بتشتري دراعات اللي هي اليو اس بي اللي بتشتغل على طول على اللعب على طول، بتشغل تحط الدراع تشغل على اللعب على طول. لكن في دراعات اللي هي الدراعات الرخيصة اللي هي مثلا زي دراعات البلاي ستيشن 2 أو الدراعات الخاصة بالكمبيوتر، أو الدراعات اللي هي التعبانة اللي أقل من اللي هي مش فيها أنالوج. الدراعات دي طبعا انت بتحتاج مثلا عايز تشغلها على اي لعبه مثلا معينه، بتحتاج مثلا برنامج زي برنامج اكس بوكس 360 او برنامج زي اكس اوتبوت. وده انصح بيه، ده احسن من اكس بوكس 360 1000 مره. اقسم بالله احسن مره. يعني بمجرد بتعرف الدراع بتاعك عادي، يعني بتعرف الدراع بتاعك عادي، تعرفه بتتك على كل حاجه، وبعد كده بتغلق البتاع ده كده وبتقول له سيف، وبعد كده تقول له ستارت، بيشتغل معاك زي الفل. يعني هنا نرجع للموضوع ده تاني. هنا مثلا انت مثلا ايه جيت اشتريت مثلا دراع مثلا رخيص، او اللي هو الدراع مش مخصص يعني مش مخصص اللي هو تشغله على طول على اللعبه. تبقى دراع رخيص، فبقى محتاج له مثلا زي البرنامج دوت او برنامج اكس بوكس 360 سي اي. فانت مثلا مع الوقت مثلا حملت البرنامج دوت لو اكس بوكس 360، اشتغلت عليه مره، مسحته مثلا وجيت مثلا ما حملت واحد تاني ما عجبكش، جبت حملت واحد تالت، حملت واحد رابع، حملت مش عارف برنامج تاني والتالت ورابع، ده كله بيعمل ده غلط. لازم تمسح التعريفات القديمة قبل ما تثبت أي تعريف جديد اسمه ايه ده يا ربي، لل... للدراع مثلا. يعني او مثلا لما تيجي تثبت مثلا، انت مثلا دي خامس مرة تثبت فيها برنامج جديد للدراع عشان تشغله على اي لعبة. طب امسح التعريفات القديمة الأول، امسح التعريفات القديمة الأول. هنا البرنامج ده بيوفر لك كده، تفتحه يشوف لك كل التعريفات القديمة اللي كانت للدراع طبعا، اللي هي زي برنامج اكس بوكس 360 سي اي آه، او اللي هو الاكس اوت بوت. التعريفات دي كلها مجرد ما تمسحها، الدراع والبرنامج زي دوت او اكس بوكس هيشتغل معاك بسلاسة جدا، ويتعرف بسرعة، ويشتغل معاك اي لعبة، واللعبة مش هتلاقي فيها مشاكل. يعني انا برضو قبل كده كنت بلعب لعبه 2K25 بسبب كتر التعريفات بتاعه الاكس بوكس 360 والاكس اوت بات والحاجات دي كلها. جيت اشغل اللعبه، شغلت معاها كل حاجه، بس حصل تعارض جوه اللعبه ان كان في مثلا لما جيت اجيب الشنطه، لما بطلع على السلم واجيب شنطه، طبعا في مربع كده بيخليك مثلا تدوس على الاكس والواي والاي والبي والكلام ده كله. انا ما كانش بيظهر حاجه عندي في المربع ده كله، ما كانش بيظهر حاجه عندي في المربع ده والله. لحد لما اكتشفت البرنامج الجميل ده، جوهرة أقسم بالله، اكتشفته، شلت كل التعريفات القديمة اللي كانت موجودة. الاكس بوكس 360 سي انا كنت محمله بدل المره 10 و20 و30 والله العظيم كتير قوي، مسحتهم كلهم بفضل الله. انت بس كل ما تيجي تلاقي، لو انت لقيت اي حاجه تعريف مثلا خاص بالدراع او خاص اللي هو بتاع البرنامج زي دوت او برنامج تاني زي الاكس بوكس 360، بتيجي عليه وبتعمل له هنا انستول سيلكت ديفايسز، كيس وشكرا. شغل دراعك، سطب برنامجك، وعيش واستمتع كمان. شكرا، شكرا يا رجاله. الف الف سلامه.